بلد احنا. مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. معاكم هند حسني. لو اول مره بتشوفني دوس لي متابعه عشان يوصلك مني كل جديد. هي مين الاستاذ اللي كانت بتتكلم يا جماعه؟ معلش، هي بس لقيت كلامها ضايقني شويه، فاستنوا كده نسمعه مع بعض تاني. البلد احنا السفرة بره، احنا اللي بنمثل بلدنا مش اشكالكم، انتوا هتفضلوا تحت. ايه ده يا جماعه؟ هو الكلام ده هي موجهه لينا احنا؟ هي تقصد تشتمنا احنا كمصريين يعني؟ طب هي مين دي؟ انت مين؟ انا اول مره اشوفك اصلا. بس استني، انا شفت لك دور قبل كده كنت طالعه فيه تقريبا كومبارس حاجه زي كده، بس قمتي بدور هايل. آه هو مين رئيس مين؟ انت محسساني حضرتك ان انت بنت 12 واحنا ولاد 7. كلنا ولاد 9. الفرق بس ان في حد دماغه ذكيه بيعرف يلعب مع الشيطان، وفي ناس بتخاف ربنا. هو ده الفرق اللي بيننا وبينك بس. وحاجه تانية كده يا جماعه، يعني انا شايفه كل البنات ما شاء الله رافعه سلاحها وبتدافع عن الشاب الجميل الوسيم اللي باهر عقول الحريم. شاكر محظوظ خير يا بنات، في ايه؟ هي يا جماعه هي الرجاله خلصت ولا ايه؟ كلكم عايزين تتجوزوه؟ طب ماشي، دافعوا عنه. طب الفتره الجايه هتروحي تزوريه وتجيبي له عيش وحلاوه ولا هتعملي ايه؟ يعني انا مش عارفه، ولا هو في ايه اللي حاصل زعلان مش عليه. هم عارفه والله. قدموا ايه لمصر عشان تقول ان انا هقلب الموضوع راي عام وعامل نفسك فيها ضغط؟ فرقت انت ايه عن الاخوان اللي عايزين يعملوا انقلاب في مصر؟ هتقول لي يا عم ما هو محترم وبيعمل خير، ما هو كلها بتعمل خير وكلها محترمين. احنا هنا مش بنتكلم ايوه على شخصيته هو ولا غيره، احنا بنتكلم على المحتوى اللي هو بيقدمه سواء في اللايف او في الفيديوهات. احنا بنتكلم على الشباب اللي بتنزل تشتغل بال 12 وال 16 ساعه عشان خاطر 150 ولا 200 جنيه، ويفتح النت يلاقي واحد بيدخل له في اليوم مليون جنيه وهو قاعد ما بيعملش اي حاجه. تخيل بقى نفسيه الشاب اللي بيشتغل 12. لكم أن تتخيلوا شاب يا عيني يبقى مكفي على الكتب طول السنة علشان يذاكر ويجتهد ويعمل المستحيل، وأهله يصرفوا عليه كل ما يملكوه عشان يتعلم وياخد شهادة في الآخر عشان يقبض 6-7 آلاف جنيه. يجي يفتح برنامج التيك توك يلاقي شاب قاعد ما فيش ساعة زمن دخله مليون جنيه. يتقهر ولا ما يتقهرش؟ طب هيقلدكم ولا ما يقلدكمش؟ طب نقوله الولد يعني عنده اخلاق وده مش من هواياته، هو عايز يثبت نفسه كشخص، يبقى عنده وظيفه، مش عواطلجي ويطلع يشحت على البرنامج. آه، ده اساسا شاب زي ده لما يشوفك انت بتعمل كده، انت اساسا شلت ذنبه، انت شلت وزره. ممكن تكون في كمان كتير شباب طاقة تحملها ضعيفة، ممكن تجيلها حالة نفسية، ممكن حد يتأثر، ممكن توصل للانتحار. انت لو اذيت ما اذيتش نفسك بس، لو انت دخلت في المواضيع اللي هي حاصلة واللي دايرة. استنوا خليكم معايا كده بس عشان نشوفوا اخر تطورات شيء. السلام عليكم. قبل ما ابدا الفيديو اوجه الشكر لمروه صاحبه حساب مروه بنت السيد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، لانها صحتنا من غفلتنا على كوارث بتحصل في الشارع المصري. تجاره الاعضاء والتجاره بالبشر وتجاره المخدرات وغسيل الاموال وغيرها من الكوارث اللي احنا كنا نايمين على ودنا مش حاسين. نفتح التيك توك ونضحك ومش عارفين ايه اللي بيحصل من ورا الشاشات. النهارده مصدر بيكشف لتحيا مصر ممتلكات شاكر التي تم رصدها. 30 فدان في مدينه المنصوره، شقه في مدينه، فيلا في الشيخ زايد، 3 عربيات احدث موديل و250 الف دولار خارج مصر، و11 مليون جنيه مصري داخل مصر. اكيد طبعا، وما خفي كان اعظم. اكيد يعني اكيد برضه هو كان عامل حسابه لليوم الاسود ده، يكون شايل حاجات بره، اكيد يعني مظبط حاله. انما اللي اتمسك دول يا دوبك مصاريف ايديه، اللي بيصرفوا على نفسه واللي بيصرفوا على قعداته وسهراته وبناته وحاجاته ومحتاجاته. البنات الهبل بقى اللي هم بيطلعوا يدافعوا عنه دول، واللي بيقولوا اللي هم شمتانين فيه، او اللي غيرانين منه وما جات لهمش الفرصه آه، ان هم يعني تجي لهم حته تجاره ما جات لهمش فرصه ان هم يعني تجي لهم حته غسيل الاموال، وان حد يخش يعرض عليهم الكلام ده والهبل اللي حاصل ده. انت لو جات لك الفرصه اتكل على الله.
انت بالفيديو بتاعك ده اللي انت عملتيه صدقيني هتلاقي ناس كتير بتتصل عليك، ما هو في خرفان وقعت عايزين خرفان بدلهم. اتكل على الله، سيبي بقى الناس في حالها، الناس اللي هي بتراعي ربنا وعايزه تاكل حلال وتاكل عيالها حلال. فانت حبيبتي دافعي عنه، يمكن لعل وعسى كده لما يخرج يفكر ان هو يتجوزك عادي. وبعدين احنا ما بنشمتش في حد، احنا بنفرح لما احنا كمصريين بيترد لنا حقنا من الناس اللي كلونا. بنفرح لما حكومتنا بتجيب لنا حقنا من الناس اللي هي ملهاش لازمه ان هي تبقى موجوده في وسطنا. مش شمتانين، انت اللي يعني، او انتوا ناس عقلياتكم مريضه على فكره. كل اللي انتوا سمعتوه ده، هل انتوا مقتنعين اللي هم الناس اللي كانوا متضامنين مع شاكر؟ ايه رايكم؟ مش انتوا كنتوا قايلين انتوا بتظلموه، استنوا لما التحريات تثبت ثبتت هتحللوا له ورده، تقعدوا تفتحوا لايفات وتحللوا له كده عشان ايه يعني؟ هو انا عايزه افهم، هو شاكر ده يعمل لكم؟ هو مين اصلا شاكر ده؟ ده شخص زيه زي اي حد. انا مش عايزه اتكلم، انا ما بحبش اتكلم واخد في اعراض حد. عارفين يعني ايه ضابط اتفصل عن الخدمه؟ انتوا عارفين دي معناها ايه؟ يا شويه جهله. ها يعني دي نقطه بلاك اسود في حياته، يعني دي مش حاجه يتشرف بيها. وبعد كده كان شغله ودخله منين؟ من برنامج التيك توك اللي هو بيقال عليه الناس كلها اللي قاعده عليه المتسولين، صح كده؟ فانتوا بتفتخروا بمين؟ انا مش عارفه.